خسارة وألف خسارة. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه كلكم؟ آه تعادل بطعم الهزيمة في ماتش الأهلي وإنتر ميامي. الواحد مش عارف يقول ايه بجد. بس على قد ما الواحد زعلان على قد ما الواحد متفائل شوية. إن شاء الله يعني على الأداء اللي احنا شفناه امبارح احنا نقدر، بس اللعيبة تكون مصدقة. يعني اللعيبة تكون مصدقة نفسها ومش محتاجة خالص تأليف، ومش محتاجة تردد، ومش محتاجة توتر ولا قلق. العبوا زي ما بتلعبوا. العبوا، احنا مش اقوى فريق موجود في كأس العالم، ولكن احنا بأداء امبارح ده الماتش يخلص 3-4 مستريح يعني. طبعا تخسر امام عاشور في اول 10 دقائق في المباراة. نتمنى له طبعا الشفاء كلنا يا رب، يقوم بسرعة ويرجع بالسلامة يا رب. طبعا مش هيقدر يلحق يكمل ماتشات كأس العالم اللي جاية. وزي ما قلنا التشكيل امبارح كان فيه بعض التغييرات. طبعا يعني انا عتابي على المدير الفني. هو يعني ايه لازمه تخلي امام عاشور مكان زيزو؟ يعني انا قلت امبارح يبقى تريزيجيه الناحيه التانيه، زيزو وامام تحت. امام تحت ومعاه يا اما حمدي فتحي يا اما مروان عطيه. طبعا مروان عطيه آه، الواحد يسقف له امبارح. كان شايل نص الملعب وكان مأدي اداء رجولي. طبعا انت بتلعب ميسي، ميسي ده فريق لوحده، بس انت عندك الشناوي ما شاء الله عليه كان نص فريق، وياسر ابراهيم ومروان عطيه نص الفريق التاني. بس احنا ما فيش حاجه تاني آه يعني ممكن نتكلم فيها زي ما قلنا امبارح. لو كان التشكيل آه يعني احنا شفنا بنلعب باربعه ورا. طيب خلي موجود مثلا بدل اشرف داري يبقى رمضان بيكهام مع ياسر، بحيث ان احنا نعمل بيلد اب من تحت ويبقى فيه لعب كوره. احنا شفنا في ماتش باتشوكا كان عامل ماتش كويس رمضان بيكهام، لعيب كوره، لعيب كوره وبيعرف يلعب لقدام. فاتمنى نشوف ده الماتش اللي جاي يعني. فاتمنى من روبيرو ان هو يعمل تغيير في التشكيل الماتش اللي جاي. واحنا قدها والله، مش بعيده. احنا قدها وان شاء الله يعني احنا عندنا الاهرامات عجوبه من عجائب الزمن. ان شاء الله نقدر ان احنا نفاجئ العالم تاني، نفاجئ العالم كله. احنا تعادلنا امبارح في ماتش شفنا فريق يعني احنا سمعنا عنه ان هو فريق يعني على قد الايد. لا، امبارح كانوا بيلعبوا تحس ان هو خدوا جرعه حماس في الماتش ونازلين عايزين يعملوا حاجه. احنا كمان برضو كنا الشوط الاول ماسكين الماتش وضاع مننا فرص كتير جدا. المفروض الفرص دي ما تضيعش، يعني المفروض الفرص دي ما تضيعش. انت لو مصدق نفسك ومصدق ان انت قد اللي موجودين واحسن كمان منهم، هتعمل هتجيب اجوان وهتخلص من بدري، يعني هتخلص الماتش بدري بدري. فان شاء الله الماتش الجاي يعني نشوف ده. ضربة الجزاء يعني تريزيجيه احنا مش هنقدر نقول حاجه، تذكر يا كريزيدي، احنا مش هنقدر نتكلم معاك. وده السبب اللي انت دخلت تشوطها جت. انت احسن حد في الدنيا، ما جاتش محدش هيتكلم معاك من جمهور النادي الاهلي. ولكن برضو احنا جبنا زيزو ليه؟ يعني احنا جايبين زيزو ليه؟ احنا جايبين زيزو علشان خاطر حاجه زي كده، حاجات زي دي. وسام ابو علي متمرس برضو يعني شفناه بيلعب الكرات الثابته ازاي، وشفناه عنده ثبات انفعالي ازاي. وليه ليه ما كانش زيزو هو اللي يشوط؟ فقدر الله ما شاء فعل. هي كانت ممكن تيجي، ولو كانت جت خلينا منصفين برضو وما ما نبقاش منافقين. آه، الكرة دي لو كانت جت كنا رفعنا تريزيجيه فوق. مش عشان ما جاتش يبقى تريزيجيه وحش، لا. هنحاول تاني، والماتش الجاي تريزيجيه هتعوض باذن الله وهتجيب جون باذن الله، بدون بقى ضربات جزاء وبدون اي حاجه. انت قدها وانت جاي عشان خاطر كده، عشان تعمل الطفره دي والكره في رجليك. انا شايفها يعني ما شفناش كده من زمان. انت ومحمد علي بن رمضان وزيزو، انتوا الثلاثه هتكسروا الدنيا الماتش الجاي، وانا متاكد من ده ان شاء الله. بس المدير الفني يعدل التشكيل ويخلي تريزيجيه وزيزو مع بعض، ده في جناح يمين وده جناح شمال، وهنشوف ماتش حلو. وننزل بيكم نلعب من ورا كده الكور اللي هي، عشان احنا هنلاعب فرقه
برازيل يعني. ربنا يستر يعني والماتش يعدي على خير، ونعمل المستحيل في الماتش ده، ونعمل المعجزه ان شاء الله. انا شايف ان دي هتبقى معجزه، ان احنا نكسب فريق زي ده. هيبقى معانا 4 نقط تدينا دفعه لقدام، ان احنا نتعادل مع بورتو حتى، او لو كسبنا تبقى دي بقى المعجزه بجد الكبيره. فان شاء الله انا متفائل لده، انا متفائل، وفي ناس كتير زي متفائلين. آه، احنا مش احسن فريق في العالم، احنا خلينا متفقين في كاس العالم ده شخص يعني، تحديدا في وسط الفرق اللي موجوده دي. احنا يعني بس احنا قدها، احنا عندنا جوانا حاسين بده، متفائلين بده. ان شاء الله يكون توقعاتي صح، يعني ان شاء الله يعني آه نأدي اداء كويس، ونلعب لعب آه من غير توتر، من غير تردد، نشوط على الجون، نجيب اجوان. والله هنصدق نفسنا، هنلاقي الدنيا حلوه، وهنعمل سكور كويس. مش يعني بجد والله احنا بنروح على على الجون كتير. عندنا لعيبه كفاءه انها تجيب اجوان، وعندنا لعيبه كفاءه انها تخترق الدفاعات وتجيب اجوان. فان شاء الله نعمل الماتش الجاي يبقى ماتش كويس باذن الله. والمدير الفني انا شايفه بيلعب لعب نمطي. هو بيغير في الماتش، بس ما حسيتوش في الشوط التاني. يعني كان في الشوط الاول كنت بحس ده. عايز اقول له نصيحه: ادي اللعيبه الراحه في التحرك في الملعب. يعني لو هتنزل زيزو ومعاه تريزيجيه، اديهم راحه او حريه ان هم يتحركوا ويبدلوا مع بعض، يبقى هو هنا شويه هنا شويه. محمد علي بن رمضان يلعب في الخط الامامي، ويبقى هو رمانة الميزان، ويبقى هو مفتاح اللعب. نفسي ده يحصل. ويا رب ان شاء الله الماتش الجاي نكسب باذن الله. اتمنى من ربنا ان آه، ما يحصلش حاجه غير كده، يعني نكسب الماتش باذن الله. انا شايف ان شاء الله احنا قدها. ويا رب الفيديو يعجبكم باذن الله. عايزين دعم منكم ان شاء الله، عشان خاطر القناه نستمر في تقديم الفيديوهات باذن الله.